كانش عندك ورم ليفي في الرحم ولا اي حاجه؟ محدش قالك حاجه زي كده؟ تمام. بصي شايفه الحاجه القبه دي بتبقى زي ما يكون انقباضات في الرحم، بطنك بتحجر، بتحسي بتحجيره في بطنك؟ مش هينفع مره القبه دي لما بتبقى قبه كده بتبقى كونتراكشن، حاجه اسمها كونتراكشن، البطن بتحجر شويه. ممكن تكون بتحجر بس انت مش حاسه بيها، التحجيره الناشفه دي بتحسي بيها مثلا في السابع، في السابع، انما دلوقتي انت يعني تنعكس عليك ان انت حاسه بشويه قلق. تمام. بس المنظر ده بتاع انقباضات الرحم، فمحتاجه انت مثبت برضه شويه. ما هو بقى ايه الاعراض اللي انا شايفاها دي؟ الانقباضات اللي بتحصل في الرحم دي. خلاص. طبعا الوزن زي ما قلنا مش اقل من 200 جرام، فما بوزنش، بس انا ما بوزنش دلوقتي، النظام بيبقى صغير، ما يجيبش 200 جرام 250 جرام، ما يجيبش. انت كنت متخيله مثلا بيقول لك 350 جرام؟ طب اوزنها لي، هنروح فين؟ ماشي اوزنها. مساء الخير، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشنا كتير يا اختي. النهارده الفيديو بتاعنا انا تعبانه جدا من موضوع الشقه. بعد ما الشقه سرقت مني تعبت جدا، نفسيتي تعبت جدا، عياط بقى وجري مغص. بصوا يا جدعان اتدمرت جدا جدا، نفسيتي تعبت جدا جدا. رحنا للدكتوره، عشان في ناس ممكن تقول لي انت بتمثلي يا ام زياد عشان كل حاجه عندكم تمثيل. لما كنت حامل في اول حملي قلت دي بتمثل عشان عاوزه تعلي الريتش بتاعها فهي مش حامل، وبعد كام شهر هتقول ده انا اجهضت والكلام دوت. لا انا الحمد لله حامل وفي الخامس اهوت. رحت للدكتوره عادي، يعني انا كنت تعبانه، حسيت ان ضغطي واطي تعبانه كده، وراحت الدكتوره قالت لي ضغطي، طلع الواد ضغطي واطي جدا جدا جدا. عملنا سونار عادي عشان نطمن على البيبي، فبتعمل السونار عادي. انتوا كده كده هنزل لكم الفيديو في الاول بتاع الدكتور عشان تشوفوه، يعني عشان تصدقوا، عشان في ناس بتكذب البني ادم، مش عارفه انتوا بتكذبونا ليه اصلا. بصوا انا مش هتمنى لنفسي حاجه وحشه يعني، ولا هاذي نفسي ولا لبطني ماشي. فانا عادي رحت، حسيت بضغط كده يعني مش تمام، جسمي مش تمام من كتر العياط والتعب. فالدكتوره قالت لي ضغطي، قالت لي واطي جدا، قالت لي يلا نعمل سونار. فعملت سونار في بطني، فبتقول لي يعني عمر ما حد قالك ان انت عندك ورم ليفي ولا حاجه؟ فانا بقول لها لا يا دكتوره، قالت عشان في حاجه عندي في الرحم يعني كركعه كده. فقعدت تفحص عندي في الرحم وكده، قالت انت عندك انقباضات، بطنك بتحنجر وكده. انا بطني مش بتحنجر لسه في الخامس. فقلت لها لا، قالت لي لا انت عندك انقباض في الرحم، يعني زي انقباض عشان انت لو انت لسه اول مره تحملي وما تعرفيش يعني ايه يعني طلق يعني ممكن يحصل حاجه ليا او للبيبي. كتبت لي على المثبت اهوت، ده مثبت اكيد انتوا عارفينه طبعا اهوت، ايه 3 مرات في اليوم. وكتبت لي على كمان على حبوب، دي مسكنه، مش مسكنه للالم، للمغص عشان بيجي لي مغص كتير اهوت. مش عارفه اساميها، اسمه ظاهر عندكم ولا لا؟ ظاهر كده. المهم يعني قالت 3 مرات من دوت، وقلت 3 مرات من دوت. وكتبت لي على حقن تثبيت كمان في الزيت، انا في الخامس المفروض اوقف التثبيت خلاص. وعملت مجموعات تحليلات وكده، لقيت عندي ضعف عام عشان انا بقالي فتره مش باكل اكل كويس، يعني اللي باكله برجعه عشان حالتي النفسيه تعبانه، فاللي باكله برجعه. كتبت لي على مش فيتامين، قالت لي دوت يعني حاجه مقوي عام للضعف اللي عندك اهوت. ظاهر عندك ولا لا؟ ظهر اهو يا جدعان. قالت لي تاخدي حبايتين من دوت على بعد الاكل، قالت لي بعد ما تفطري تاخدي حبايتين، هوريكم جوه برده. عشان في ناس تقول احنا بنمثل، انتوا بتمثلوا انت بتاكلي ما شاء الله. لا، او كمان البيبي حجمه ضعيف جدا وصغير. قالت لي حبتين من دوت كل يوم. حتى الحديد المفروض احنا بناخد قرص في الحمل عادي، قالت لي 2 قرصين حديد، قالت لي قرصين لان الانيميا عندي قلت جامد. مش كانت في الاول الحمل باين 12 او 14، دلوقتي نزلت جامد بقت 8. فقالت لي الحديد تاخدي قرصين اوكي. وكمان عشان الناس بتقول انت بتاكلي يا ام زياد ومتغذيه يا ام زياد، انا مش باكل خالص، يعني كل ما باكل اي حاجه برجعها ونفسي مقفوله بطريقه غريبه. كتبت لي على دواء فتح شهيه دوت، قالت لي تاخدي 3 مرات منه قبل الاكل. طبعا انت اكيد اي واحده تبقى انت ضعيفه ولا كده انت عارفه، هوريكم جوه اهوت. 3 مرات، مره قبل الاكل، 3 مرات فطار غدا عشاء، تاخدي قرص قبل الفطار وقبل الغدا وقبل العشاء. طبعا كميه حقن باخدها كتيره جدا جدا، والكالسيوم كمان اهوت. وحقن لسه واخده حقن قبل ما اطلع لكم، حقن تثبيت وحقن ترجيع، باخد تثبيت وترجيع تثبيت وترجيع. طبعا ده كله ليه؟ عشان الحاله النفسيه صعبه. المفروض الحامل ولا تتعصب ولا تعيط ولا تصوت ولا تضغط على نفسها. طبعا اللي حصل لي يعني مش حاجه دلع، عشان في ناس كتير ظلمانه في الكومنتات بتقول لي انتوا بتدعوا عشان المشاهدات ومش عارفه ايه. انا بقالي 4 ايام مش نزلت فيديو. لو انا بدعي ان انا عشان عاوزه مشاهدات ما هنزل تاني يوم فيديو بعد ما عملت فيديو الشقه اللي اتسرقت.
تاني يوم هنزل لك فيديو روتين بقى طبخ. المهم ان انا اشقلب كده عشان ازود المشاهدات. انا ما نزلتش فيديوهات بقالي 4 ايام، ماليش نفسي اصور فيديوهات، ماليش نفسي ان انا اقوم اطبخ وما طبختش في البيت بقالي 4 ايام. يا دوبك العيال بيجوعوا ببعت اجيب لهم كشري، علبه جبنه، اي حاجه دوت، لكن اطبخ واقوم اطبخ في البيت لا. مخنوقه وعندي يعني نفسيتي تعبانه جدا جدا جدا، عشان انتوا ظالميننا جامد في الكومنتات، عمالين تقولوا انت بتدلعي، انت معرفش ايه، انت بتمثلوا، انتوا مفيش حاجه اتسرقت. لا، باب الشقه عندنا اتفتح عادي. اللسان على فكره لو انت نسيتي بمفتاح شقتك جوه ممكن تفتحي الباب من بره عادي بمعلقه باللسان بتاعك بالتاني وبيفتح بكل سهوله، مفيش اي مشكله. في حد ما يعرفش عارف، احنا ما نعرفش، الله اعلم. اللي خد الحاجه الله يسامحه وحسبنا الله ونعم الوكيل كده. بس انتوا ما تظلموش الناس، ما تجوش تقولوا لا انتوا ما استلمتوش وبتتكلموا. لا انا احنا اتظلمنا وتعبنا. انا لو ما كنتش تاخد مني حاجه ما كنتش هتعب. يعني الحاله النفسيه بتاعتي تعبت جدا جدا جدا، وكمان بقيت قادره اتنفس. يعني انا كمان بعمل جلسات وانا قاعده الجهاز دوت عشان اقدر اتنفس. باجي اتكلم كتير بقعد انهج لان في بيبي في بطني. المفروض ان انا ما ازعلش نفسي ومش هتضايق حاجه وحشه على نفسي، لان لو انا بتضايق حاجه زي كده ربنا هيوقف رزقي اول حاجه، وكمان مش هيكرمني، وكمان ممكن تحصل بجد. يعني تحصل بجد. انا لو بمثل مش هتحصل لي. هيجي بعد كام يوم بيجي حرامي بجد يسرق شقتي او يخطف عيال من عيالي والكلام دوت. وكمان رحنا عايزين نوسع على باب حديد. يعني احنا باذن الله لما ربنا يكرمني عاوزه اعمل باب حديد لشقتي زي تامل لي ولادي. انا لو ما كنتش اشتريت ما كنتش افكر بقى باب حديد واكبر دماغي واقول باب. لا احنا بس عشان شويه مشاهدات وخلاص. على فكره يا جدعان انا بقيت 3 سنين على السوشيال ميديا، يعني 3 سنين بننزل فيديوهات. سنه على الفيسبوك، وسنتين على 3 سنين على اليوتيوب، 3 على اليوتيوب، وسنه فيسبوك، وسنتين تيك توك. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نعمل شو بقى عشان المشاهدات وكده. انا الحمد لله المشاهدات عندي على التيك توك كويسه مش وحشه. على الفيس واليوتيوب عادي قلت، عادي بتحصل في جميع القنوات، المشاهدات عندهم بتقل مش مشكله. لكن مش هنقوم نعمل فيديو عشان نطلع ترند كده. لا، انا ممكن اعمل ترند في اي حاجه في البيت. ممكن اعمل لك ترند اللي انا في حمل فيه مشكله وما اعرفش ايه، واجيب لك ان انا جالي نزيف واعمل لك لون احمر واعمل لك حاجه وهخطب برده اخليكي تتفرجي عليا. احنا مش بتوع ترند ولا الكلام ده يا جدعان. عاوزاكم تدعوا لي الفتره دي، اقسم بالله تعبانه جدا جدا، بتجيلي مغص بطريقه رهيبه ومش باكل. يعني كل ما اكل الصبح كلت سندوتش جبنه كوبايه لبن، مفيش ساعه وقمت رجعتهم. اكل شويه كشري اقوم ارجعهم، اكل سندوتش ايه اروح اقوم ارجعه. فانا معدتي تعبانه جدا جدا من كتر العصبيه عشان بضغط على نفسي وتعبانه وزعلانه، فبيحصل لي كده. فانتوا يا جدعان ما تظلموش حد بالله عليكم. طالما انت مش عايشه معانا ومش شفتيش الحاجه بعينك ومش الموقف ده انت وقعتي فيه في بيتك، فانت ما تظلميش الناس. ادعي لي قولي ربنا يا رب يرضيكي ويبعد عنك كل الحرام، بس كده اهوت. لكن مش تفضلي تقولي كلام مش كده اهوت وكلام كده اهوت. الاطفال على فكره ممكن اكون بضرب زياد ويبتسم. يعني ممكن انا دلوقتي بضربه بالقلم تلاقيه راح ابتسم. الطفل نفسه مش عارف الحرامي ولا الكلام دوت، ما يدركش حاجه زي كده عادي. يعني هي دلوقتي ممكن انزلها تجيب لي حاجه عادي، مش مدركه ان ممكن حد يخطفها ولا الكلام دوت. فانتوا الطفل نفسه مش شايل الهم. يعني دلوقتي الحاجه مسروقه ممكن زي تيجي دلوقتي يا ماما هاتي 5 جنيه، هو مش عارف ان انا معيش فلوس ولا معيش. اطفال لسه. فانتوا ما تظلموش الواحد عشان هبه عامله كده. هبه كانت بتعيط على فكره. الناس بقى هبه بتعيط. وعلى فكره ممكن اكون برقص هبه في خدها الاقيها بتبتسم. يا بنتي انا مش بضربك، تحس ان هم عادي اطفال، مش زي الكبير اللي هيعيش الموقف والكلام ده. اطفال ومش بيخافوا ومش عندهم هبه للحاجه. ده احنا عشان احنا كبار بقى لا، ده جه حرامي بقى هنا لازم نأمن باب الشقه، لازم نتك الباب بالترابيز بالمفتاح ونخلي بالنا ونقفل الباب وكده عشان احنا كبار مدركين، لكن دول اطفال مش مدركين. فانتوا يا جدعان كفايه ظلم فينا بالله عليكم، وادعوا لنا ربنا يكرمنا ويكرمكم انتوا كمان، ويجي على رمضان كده عليكم وعلينا يكون بخير. ربنا يكرمنا يا رب الفتره الجايه يا رب، ويكرمكم انتوا كمان. اتمنى الخير لغيرك يا اختي، زي ما انا بدعي لك كده ربنا يكرمك انت كمان ادعي لي ربنا يكرمك. احنا عندنا ادويه قد كده والله العظيم انا تعبت من كتر الادويه، بحس ان انا عاوزه ارجع كمان. مش بصوا مش هو اقول لكم ده مش عارفه بيعمل سريان في الدم ولا ايه. الدكتوره كانت كمان في حقن بياخدها تحت الجلد، فالدنيا كلها يا جدعان ملخبطه. فانتوا ادعوا لنا قولوا لي ربنا يثبت حملك وتقوموا بالسلامه وربنا يرزقك برزق اولادك وكلام زي كده. مش لازم الكلام اللي هو يكسر. انتوا عارفين الواحده الحامل اصلا نفسيتها بتبقى صفر خالص. فانت المفروض يبقى تقولي لي كلمه حلوه، اعتبريني اختك كده، قولي كلمه حلوه وتمني لي ان انا اكون كويسه، وانا كمان هتمنيك تكوني كويسه. وبس كده يا جدعان. رمضان كريم عليكم، يجي رمضان تكونوا كويسين واحنا كمان نكونوا كويسين يا رب. واتمنى تدعوا لي من قلبكم بالله عليكم. وفي ناس بقى كاتبه طب هو ازاي اخد الكيسه وساب الشاشه، طب هو ازاي ما خدش الميكروويف، طب هو ازاي ما خدش البوتاجاز. يا جدعان اي واحد حرامي بيكون طالع عاوز يدور على الحاجه الثمينه، الحاجه الغاليه، عاوز فلوس. لو في حاجه انا قلت لكم الحاجات اللي عايز فلوس كنت محوشاها للمدارس
والعيد وحاجات والتزامات للولاده. في الاول كنت شايلها للمدارس، قلت ده هتبقى للولاده، وقماشه خفيفه جدا وحلق لولي والكيسه واللابتوب. طب سابوا الشاشه ليه؟ على فكره يا جدعان يا ريته كان خد الشاشه وساب الكيسه انا جايباها بحوالي 18000 او 15، انا جايباها بقالي سنه فانا مش متذكره دفعنا فيها كام، لا 18 لا 15. الشاشه انا جايباها بكام؟ الشاشه ب 1000 ونص. يا ريته كان خدها وكان ساب لي الكيسه، والله العظيم كنت هفرح. كان ساب الكيسه مش مشكله بالنسبه لي، الكيسه دي غاليه جدا يعني، انا قعدت سنتين عبال ما احوش مبلغها. الشاشه جايباها ب 1000 ونص، كنت جايبه واحده قبلها غاليه جدا جدا بس مش عارفه كنت بمسح والترابيزه اتقلبت راحت اتكسرت نصين. وخدش الميكرويف ليه يا ام زياد؟ على فكره يعني يا جدعان ياخد ميكرويف ازاي؟ يعني ازاي واحد نازل من البيت هياخد ميكرويف وهيشيل الفرن في ظهره وهيشيل معرفش ايه؟ بعد كده هياخد الحاجات الجامده، يعني هياخد الحاجه اللي هي فلوس. لو سبت موبايل، لو انا تليفوني كان هنا كان هياخده في جيبه، او تليفون جوزي او تليفون محمد، حاجات كده اهوت. مش هياخد لك بقى. لو كان الكاميرا كانت هنا كان خدها، الحمد لله الكاميرا موجوده. طب بتعملي مونتاج من ايه يا ام زياد؟ بنعمل من التليفون يا جدعان. يعني اي حد محمد معاه تليفونه غالي جايبه له غالي من سنه كويس بيعمل مونتاج من عليه او من تليفوني، يعني حاجه سهله. اكتريه اليوتيوبر بيصوروا من التليفون والمونتاج من التليفون، مش لازم الكيسه يعني. بس كده اهو. فادعوا لنا يا جدعان ربنا يكرمنا ويكرمكم انتوا كمان يا رب، وبحبكم كتير والله العظيم، واسيبكم في رعايه الله.